لو مهتم بأخبار تطبيقات، وظيفة كل تطبيق، مزايا وعيوب، حابب أقول لك التطبيق حقيقي ولا فيك، تحمله ولا متحملوش، اشترك في قناتي. هوية المتصل هو بحث متقدم. تطبيق محمله مليون مستخدم. أغلب الناس تبقى عايزة تعرف مين بيتصل عليها، مين عايزها، مين مثلا شركة دعاية عشان ترد أو ما تردش. في ناس كتيرة جدا الخصوصية عندها أهم من أي حاجة تانية، فمتحبش إن أي حد يتطفل على حياتها أو يتصل بيها في أي وقت. تطبيقه وظيفته زي وظيفة ترو كولر، بياخد منك الأسماء اللي انت مسجلها لما بتديله صلاحية الدخول على جهات الاتصال بتاعتك، عشان كمان هو يقولك جهات الاتصال اللي انت هتتصل بيها او اللي هما بيتصلوا بيك اسمائهم ايه. طبعا بياخد منك اسم اخوك واختك، زوجتك، مسميها ايه، ده كل الاسماء، اصحابك مسميهم ايه. وبياخد من غيرك برضو اسماء اصحابه مسميهم ايه. وبياخد من هنا وبياخد من هنا، وفي الاخر ايه، يعرفكم ببعض بقى. يعني لو انت اسم عندك مش متسجل، هو يقولك الاسم ده متسجل مثلا على التطبيق باسم كذا، او الاسم ده جاء عنه بلاغات كتيرة، اسم كذا وهكذا. فالتطبيق يعني ايه، بيقدم ميزة كويسة بالنسبة لدول كتيرة وناس كتيرة. بس الوحش بقى في التطبيق ان انت لازم عشان تحمل التطبيق فيقولك هنديك فترة مجانية لمدة 3 ايام تجرب فيهم التطبيق وتاخد كل الصلاحيات الكاملة وتاخد كل مميزات النسخة البرو. بعد 3 ايام ممكن ناخد الاشتراك بتاعنا او ما ناخدوش على حسب ما انت عايز يعني. طبعا قبل ما بتكمل اليوم التاني بيبقى الاشتراك اتخصم من حسابك البنكي او من الفاتورة بتاعة الموبايل بتاعك، اتضافت عليها الاشتراك. ودي حاجة مش كويسة خالص في تطبيق هو، ان هو بيسرق الاشتراك قبل ميعاده. انا لسه ما قررتش هشترك او مش هشترك، فانا ليا فترة سماح 3 ايام مجانية، المفروض اخد الفترة بتاعتي كاملة وبعد كده اقول هشترك في التطبيق او مش هشترك في التطبيق. دي حاجة بنصح اي حد ما تحملش تطبيق غير لو انت عارف ان انت عايز تشترك في التطبيق، لان هو هيخصم الاشتراك بمجرد مرور يوم واحد بس على الاشتراك او على تحميل تطبيق. لو ما كنتش عارف المعلومة دي وعرفتها من خلالي، شير ولايك وسبسكرايب.